لو انت طالب في اي مرحله دراسيه اوعى تقلب الفيديو ده. انا ولا محتاج منك تعليق ولا محتاج منك لايك ولا محتاج منك شير ولا محتاج منك اي حاجه. كل اللي محتاجه منك انك تكمل الفيديو ده للاخر. بص يا صديقي، في حاجه اسمها الكور سكيلز كارير ريدنس، ودي معناها في منتهى البساطه المهارات اللي المفروض تكون عندك علشان تدخل سوق العمل، وعشان مش بس تدخل سوق العمل ولكن علشان تنجح في سوق العمل. لو انت بتبني عماره ينفع تبني عماره من غير ما تحط لها عمدان؟ اكيد العماره هتقع على الناس اللي فيها. عشان كده انا جاي اقول لك على 3 مهارات اساسيين لازم تبدا تتعلمهم من سنه اولى جامعه. واول مهاره تبدا بيها هي اللغه الانجليزيه. لو بتدور على منحه تدريب او تطوع، لو نفسك تاخد كورسات بكواليتي كويسه، كل ده بيتطلب منك لغه انجليزيه. ولان تعلم اللغه الانجليزيه بياخد وقت ومجهود ومحتاج انك تشتغل على نفسك فيها كويس قوي، فلازم تبدا الكلام ده من سنه اولى جامعه. بعد كده تبتدي تاخد كورسات مايكروسوفت اوفيس، مش بس تاخد الكورس ولكن تشتغل على نفسك في المهاره دي. انا هكون صريح معاك واقول لك ان الشهاده في ال3 مهارات دول مش ضروريه قوي، لان انت لازم تكون متقن المهاره دي، مش بس معاك الشهاده بتاعتها. فهفترض معاك ان انا معايا شهاده من مايكروسوفت نفسها، ولكن ورغم كده انا مش بعرف اشتغل على مايكروسوفت اوفيس. كده الشهاده ما فادتنيش بحاجه. ثالث حاجه لازم يكون معاك سوفت سكيلز. لازم تتعلم ازاي تتواصل، ازاي تشتغل ضمن فريق، تتعلم مهارات العرض والتقديم وغيرها كتير من البيرسونال سكيلز اللي المفروض تكون عندك. كنت بتمنى وانا في مرحله الجامعه حد ينصحني النصيحه دي. وانا مايكل مصري وبشكرك انك كملت الفيديو للاخر.